السلام عليكم، اعمل ايه؟ انا كويس، اتمنى تكون كويس يا صديقي العزيز. الناس القديمه اللي عارفاني من زمان، ما اول ما بدات اعمل كونتنت، عارفين ان انا كل فتره كده بيجي عليا حماسه، وبعد كده الحماسه بتروح في غياب الجوب، يعني بختفي بقى، بجوست بقى يعني ايا يكن اسم المصطلح اللي يطلق عليا. بس في الواقع يعني ساعتها في الفترات دي انا كان الموضوع بالنسبه لي بشكل اكبر، مش قصه ان انا بجوستنج كده من الفراغ. يعني كان بيبقى عندي مشاغل، يعني انا بدات اعمل كونتنت وانا في الكليه، فاكيد كان عندي دراسه اوقات، عندي شغل بعد كده اوقات، واوقات الدنيا ما كانتش مساعده، فده كان بيكون مؤثر على النفسيه شويتين ثلاثه. يعني فكره ان انت بتحاول تعمل حاجه كويسه بامكانيات قليله، والحاجه ما بتطلعش كويسه في الاخر بعد تعب كتير ومجهود كتير، ده بيكون حاجه ممله. يعني انت مهما كان عندك عزيمه، مهما كان الدعم اللي عندك، فهو انت بيكون عندك حماسه ان انت تشوف الناتج، فالناتج في الاخر بيطلع مش كويس، فده بيحبطك. فكل ده كانت اسباب ان انا ساعتها كنت بقطع كونتنت، او كنت بوقف وبرجع وبوقف وبرجع. وطبعا اللي متابعني مثلا في القنوات بتاع الجيمنج او في البثوث المباشره هيعرف ان انا موقف كل ده بقالي شهرين او اكتر. يعني انا دلوقتي الحمد لله معايا الامكانيات ان انا اصور حاجه تكون كويسه، ومعايا الامكانيات ان انا امنتج حاجه، يعني معايا السوفت وير اللي يمنتج كويس والجهاز اللي يستحمل الحمد لله كويس. فهو الموضوع المره دي مش متعلق بالامكانيات، والحمد لله كمان يعني الدنيا مستقره معايا في الشغل، فهو مش متعلق ان انا الشغل مؤثر عليا، بل بالعكس الدنيا استقرت الحمد لله في الشغل. فها انت يا اخي الكريم، اللي هو انا بكلم نفسي، يعني بقى عندك كل حاجة تخليك ان انت تعمل كونتنت كويس ومنتظم. يعني نظرة الكسوف اللي انا بصيتها لنفسي ان انا ما كنتش بعمل حاجة الفترة اللي فاتت، بل بالعكس انا كنت بشتغل وبعد كده بضيع بقى اليوم. يعني انا حاليا عندي العقلية بتاعت الموظف الروتيني، وانا مش بعيب في الموظف خالص، بس المقصد ان العقلية دي مش بتناسبني انا كمصطفى، لان انا بشتغل مثلا 6 7 8 9 10 ساعات، هي دي العقلية اللي انا مش مناسباني. يعني بعد كده بقوم مضيع باقي الوقت، وده سواء ليا انا كمصطفى او اي حد مثلا الشيفت بتاعه 8 9 10 12 ساعه. ده غلط ان انت تعمل كده، ان انت ترجع تعبان مثلا فتقوم قاعد تتفرج على حاجه تفس دماغك فيها، او ان انت يعني تضيع وقت او تضيع الوقت في شيء لا قيمة له. الصح ان انت المفروض بتاخد الوقت ده في ان انت تضيف قيمة لنفسك في كل الأصعدة. مش عايزين نتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل أو تفصيلي دلوقتي، بس أنت تزود قيمة لنفسك بحيث إن أنت بدل ما تاخد سين تاخد سين ونص، 2 سين في الشغل بتاعك، تثقف نفسك، تكون أنت إنسان عندك قيمة فعلية بحيث إن أنت تفيد مجتمع، بتفيد الناس، وده العائد بتاعه إن أنت كده ليك فايدة يعني كمسلم أو كإنسان. دي اول نقطة. النقطة التانية ان انا اصلا انا معتزل البشرية عموما، واللي متابعني يعني عارف ان انا معتزل البشرية، ولكن انا شخص اجتماعي. وطبعا يعني تحس ان ده شيء متناقض، ولكن فعلا يعني انا شخص اجتماعي. فانا لما كنت بعمل كونتنت، انا شخص اجتماعي بتواصل مع ناس، حتى لو في العالم الافتراضي فانا بتواصل مع ناس، انت فاهم، حتى لو في العالم الافتراضي. فحتى دي ما بقتش بعملها. ايه السبب؟ فكرة العقلية بتاع الموظف اللي بيقضي روتين يومه وبعد كده بيقعد يلعب او يلهو او يضيع الوقت في ايا يكن. يعني هو عشان كده بيتسمى لهو ولعب، لان انت بتضيع وقت في ولا حاجة يعتبر. طيب امتى اصلا، بمناسبة ذكر الموضوع ده، امتى اصلا الموضوع ده يكون نسبيا صحيح؟ ان انت بتشتغل، فبعد ما بتشتغل فترة تبدأ تريح بقى، او مثلا كل يوم تشتغل ترجع تفس دماغك في اي حاجة. من وجهة نظري الموضوع ده انت تقدر تعمله في فترة نقاهة. انت كده كده بتوصل لمرحلة او لفترة معينة انت عليك مسؤوليات، ان انت كده كده كل يوم او طول الشهر انت شغال، كده كده هتبقى شغال، فانت هتبقى محتاج وقت تفس دماغك فيه. بس ده مش ككل، ده هو فترة معينة بحيث ان انت ايه، تاخد نفسك وترجع تشتغل تاني. فاهم حاجه؟ هي دي الوقت الوحيد اللي هو الانسان ينفع يمارس هذه العقليه، ان انت تبقى موظف 8 9 10 12 ساعه، بعد كده ترجع تضيع الوقت بتاعك في حاجه معينه، نوع اسبوع بقى مثلا بالكتير قوي، تكون ايه، فسد دماغك، فاهمني، وايه ترجع ايه بنشاط وحيويه. يعني لان انت في وقت معين عليك مسؤوليات، انت ما تعرفش تاخد اجازه يعني اسبوع مثلا تفصل فيه، مش كده. يعني بمناسبه صح الموضوع ده هقول لك برضو على فكره الروتين بتاع الوظيفه عموما. انت لما جسمك بيتعود وعقلك بيتعود على وظيفه
وظيفه معينه لمده كبيره، انت ما بيستهلكش الطاقه اللي انت بدات الوظيفه دي بيها. يعني كمثال، لو انت محاسب جديد، ديزاينر جديد، او بروجرامر جديد، فانت لما بتتعلم الشغل في الاول خالص بيكون صعب عليك، بيستهلك من دماغك، ولو انت الشغل بتاعك بيحتاج طاقه بدنيه بيكون متعب ومرهق بدنيا. بعد ما بتعدي الايام بتلاقي نفسك بتعمل كل ده، ويبقى عندك الطاقه الذهنيه والبدنيه ان انت تعمل حاجه بجانب ده. فهو المفترض ان ده الوقت المثالي، وانا قلت الكلام ده قبل كده عن حد انا اعرفه شخصيا، ان ده الوقت المثالي ان انت تطور نفسك وتتعلم حاجه جديده، تثقف نفسك وتضيف لقيمتك، لان انت خلاص عقلك ما بقاش مرهق في الحاجه الاولانيه. فاهمني؟ هضيف لموضوع الروتين ده، روتين الجيش هو روتين محترم جدا على فكره، ان انت بتصحى تقريبا 16 ساعه بالظبط، لان انت بتصحى 4 او 5 الفجر على حسب انت الكتيبه بتاعتك او الفرقه بتاعتك فين، بتفضل صاحي تمامك بالليل لحد الساعه 10 بالليل. ولو انت عندك مهام معينه بتعملها في الوقت ده زائد الخدمه بتاعتك. فاحنا لما خرجنا من الجيش، الناس اللي دخلت الجيش تبقى عارفه اللي انا بتكلم فيه ده، كنا بنقول ان انا لو استمريت بالروتين ده في اي حاجه في الدنيا انا 100% هبقى توب التوب، يعني انا هبقى جامد. تخيل انت 16 ساعة صاحي منظمة بتعمل كذا كذا كذا. وخد بالك بقى كمان الموضوع بيتضاف ليه العادات التانية، لان انت في الجيش ما كنتش بتاكل بشكل رهيب، بتشرب بشكل رهيب، انت كنت بتعمل على قد فهو انت الموضوع ده بيؤثر على الخمول بتاع جسمك. لما انت بتاكل كتير بتبقى خامل كتير، اي حاجة كترها مضر. فهو ده كان بيضيف لي، يعني هو الروتين نفسه بتاع اليوم، الحياة شكلها كان عامل ازاي، كل ده كان مخليك نشيط ال 16 ساعة. طبعا بعيدا عن القادات اللي كانت فوقيك وبتاع انت لو تعرف تلزم نفسك يعني مش محتاج قادات فوقيك يعني. فانت كنت ال 16 ساعة انت نشط وبتعمل مهامك. وغالبا كمان اوقات لما كنت بتشد خدمه، فانت يعني انت من الساعه 10 للساعه 5 الصبح او 4 الصبح انت كان عليك خدمه مسائيه. فهي الخدمه دي يا صاحبي ما كانتش بتخليك تنام ساعتين او 4 ساعات على حسب انت هتشد خدمه قد ايه في الوقت المسائي ده. فانت كان ممكن اليوم بتاعك يقف على ان انت نمت ساعتين 3 ساعات بالكتير، وكنت بتبقى نشط وبتعمل مهامك. فاحنا كنا طالعين نرجع للنقطه دي عشان ما اطولش في النقطه دي. قلنا لو اي حد استمر على النظام ده، الروتين ده، هيعمل نجاح في اي حاجه هيبداها. المفروض ده نفس المبدا، طبعا مع اختلاف الروتين المدني عن الروتين العسكري، بس المقصد نفس المبدا في الروتين، ان انت لما بتتعود على حاجه تقدر تضيف ليها كتير. وطبعا بما اني معتزل البشر اصلا وما بنزلش الشارع غير كل فين وفين، ما بقابلش حد اصلا يعتبر، مش عارف اجيبها لك ازاي اخر كلمه، بس انا اتخنت. وانا مش مشكلتي اتخنت في الشكل او في الشيب، انا مشكلتي ان انا الموضوع ده مؤثر على الصحه. دي خط احمر، دي لاي حد ولاي تفكير غلط، ان انت صحتك تبدا تنزل بسبب ايا كان، بسبب شغل، بسببك انت، بسبب شخص، حاله ماديه او نفسيه، غلط. انت صحتك تبدا تتضرر، لان دي هبه، ولو راحت منك او راح جزء منها بسيط منك فده مش كويس. فزي ما بقول لك انا لما بدات اتخن فصحتي بدات تتعب يعني في الموضوع ده او مع الموضوع ده. انا ما بحبش كده يعني انا ما بحبش احس ان انا تعبان يعني، والحمد لله على كل حال، بس انا السبب في ده. فانا ما بحبش ابقى سبب في ان انا اضر نفسي، وده منطقي يعني. شكل الحياه ده مع عدم اتصالي بالمجتمع الخارجي والدنيا دي كلها، او الروتين اللي انا فيه ده كله، فكره ان انا لما حد يقول لك ان هو عايش حياه الموظف اللي انا حكيت لك عنها دي، فاعرف مليون المية ان هو معتمد على مكان واحد، الدخل بتاعه كله، الدخل المادي كله بيجي له من المكان ده. كمثال ان انت بتقبض راتب من الشركه بتاعتك، فانت معتمد كليا على الحاجه دي، حتى لو بتقبض قبض كبير فده غلط. فاهمني؟ فانا بعمل كده، او الفتره اللي فاتت دي كنت بعمل كده. انا ما بحبش احس ان انا لو حصل اي ظرف لاي شيء، لان اي حاجه وارد انها تحصل، ان المكان ده يقف، فانا دخلي يقف، فانا هقعد طب ومين يعني مين هيصرف علينا؟ مين هيصرف على الحاجات اللي انا بعملها؟ مين هيصرف على المسؤوليات؟ مين؟ وطبعا يعني الدنيا صعبه بما فيه الكفايه. اعتمدت على ان الدخل بتاعي يكون من مكان واحد، فده شيء غلط. من ضمن الجوانب دي ان احنا نتكلم في الحل او محاوله الحل. فانا قررت اعمل ايه يا اسطى؟ انا قررت، استنى بس كده لحظه. آه مستني بس الفوكس يجمع. فانا قررت ان انا هاخد مكان جديد يكون زي مكتب ليا،
وفي نفس الوقت يكون استوديو او يعني ايا كان مسمى، يعني يبقى للشغل ويبقى للتصوير، تبقى الدنيا رايقه فيه، وفي نفس الوقت ايه يديني زي ايه روح جديده كده يعني. لان انا سمعت ان في ناس كتير بيقولوا لما بتفصل مكان الشغل عن مكان الراحه او مكان البيت اللي هو بيكون فيه الاكتيفيتيز بتاعت الحاجات اللي هي بتهبط دي، ده بيكون احسن. فانا قلت اجرب بنفسي، وبصراحه انا شخص مش بعمل حاجه لهدف واحد عشان لو ما ظبطش الهدف ده ما احبطش. انا اصلا من زمان نفسي اخد الخطوه دي، تقريبا من 4 سنين نفسي اخد الخطوه دي، ان انا افصل مكان الشغل عن اي حاجه تاني، واعتبر ان ده زي شيفت كده او ايا كان يعني. وانا كده كده بقضي اليوم كله او معظم اليوم هنا اصلا، بس يعني منفصل عن المكان بتاع النوم، منفصل عن اي حاجه تاني. هل ده حل قطعي وانا شايف ان هو هينجح بنسبه 100% خالص؟ بس انا كده كده عايز اخد التجربه. الخطة الجاية بالنسبة لي ايه بقى؟ لان انا اصلا كنت بكلمكم عن كذا حاجة، كده كده انا معتزل البشر زي ما انا هتواصل مع البشر في العالم الافتراضي عادي يعني. ان شاء الله في فيديوهات، 3 فيديوهات لحد دلوقتي جاهز السكريبت او الافكار بتاعتهم، هبدا اصورهم ان شاء الله. وفي فيديوهات القصيره دي هتبقى حاجات اللي هو ايه ما تاخدش وقت في ان انا اعملها فيديو لونج، بس في نفس الوقت حاجات عايز اتكلم عنها. وباذن الله هحاول بقى زي ما اصلا الهدف من ساعه ما انا عملت نقله المحتوى دي، ان انا كنت جيمنج هنا وبقيت عاوز اعمل حاجه بخصوص الحياه وان احنا ايه نفيد خبراتنا، لان حاسس ان انا عندي حاجه اقدر افيد بيها الناس، ودي ان شاء الله انا نعتبرها ثواب يعني. ان انا احاول اتعلم حاجات انا نفسي فعلا اتعلمها من زمان، او حاجات انا هتطورني على المستوى العملي والشخصي، وهبدا اشارك التجربه معاكم. ان انا هشارككم تجربه في مجال مثلا انا حاولت اتعلمه، سواء التجربه كملت او لا احاول اشارككم الموضوع ده بحيث ان ايه تستفيد حد جرب حاجه. يعني مثلا الخطوه دي يعتبر دي تجربه، وانت لما هتشوفني بعملها المفروض تستفيد، لو لقيتها ظبطت تمام، لو لقيتها لا فيها مشاكل، طب هيبقى فيها صعوبات، طب هيبقى ماديا وضعها عامل ازاي. تجارب هعملها زي كده في تعلم حاجات، ان انا احاول اتعلم حاجات، ان انا وانا بقرا كتب او وانا بذاكر الحاجات دي لقيت فكره فيديو ينفع يتعمل فيديو، هعمل كده اكيد. لان انا هبقى عايز ارغي مع اي حد، فارغي معاكم انتوا وربنا معاكم بقى استحملوا القصه دي. ده بالنسبه للكونتنت. بالنسبه لان انا المفروض عايز ارجع اهتم بصحتي، او ان انا ابدا اخس شويه. انا كده كده بحب الاكل، فانا غالبا مش هبطل اكل، حتى لو حاولت اقلل شويه في موضوع الاكل ده او العبث اللي انا بعمله، ما هيكونش يعني 100% الموضوع ايه هيجي من ناحيه الاكل. فانا اعتمد بشكل اكبر على الحرق، وانا الحمد لله الحرق عندي كويس، حرق السعرات. فانا اخترت المكان اللي هو الاستوديو ده ان هو يكون اول حاجه روف في الدور السادس. فانا السلم مجرد ما هطلع وهنزل كده، لو طلعت ونزلت 3 4 مرات يوميا مثلا عشان اجيب حاجات عشان ارجع البيت مثلا اتغدى معاهم او اي حاجه، انا كده احرق سعرات كتيره طبعا. انت سمعتني بقول لك هرجع البيت، فهو المكان ده هيخليني اتمشى شويه ناحيه البيت. فانا كده بطلع وبنزل السلم، انا في الروف دلوقتي في الدور السادس، واخد بالك ازاي يا عماد؟ مفيش اسانسير، مفيش خيار ان انا واخد بالك ان انا يعني اكسل يعني. وتاني حاجه ان انا هتمشى من هنا للبيت ومن البيت لهنا وهكذا، ولو احتجت اجيب طلبات هنزل اجيبها، لان انا دلوقتي ايه مفيش بقى ايه دليفري هيطلع هنا، انا مش هقدر حد ان هو يطلع الدور السادس كدليفري يعني. فده بالنسبه لموضوع الصحه والجمال يعني. وبرده المكان ده ممكن ابدا اعمل فيه تصوير لحاجات معينه، بس ده يحتاج تظبيط شويه ويحتاج شويه وقت لان هو هيصرف. طبعا انا صرفت شويه فمش عايز اصرف تاني، واحده واحده يعني. هولد اون كده على نفسك عشان ما نبوظش الدنيا. ممكن نصور حاجه في فكره فيديو في دماغي، او ممكن تكون سلسله على حسب هتمشي ازاي، واشوف الفايده العامه منها هتبقى عامله ازاي. هتبقى على الكنبه اللي ورايا دي، والمعدات بتاعتها هتكون مختلفه عن المعدات اللي بصور بيها هنا ان شاء الله. كده احنا اتكلمنا شويه عن المحتوى وشويه عن ان انا اخس وبتاع. طب الفكره بقى الاخيره ودي مهمه قوي 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 قوي، فكره ان انا قلت لك ان انا معتمد على حاجه او شيء وهو ده الدخل الكلي بتاعي. فانا عملت حاجه الناس الكبيره في السن شويه اللي هم في الستين دلوقتي كانوا بيقولوا دايما وبيدونا نصايح دايما احنا الشباب، يقول لك ايه انت مش عارف تتحمل مسؤوليه حاجه، اتجوز، اخطب، اربط نفسك بمسؤوليه. انا حاولت الاقي اكتر كلمه ما تكونش جارحه يعني، بس هو الكلام ده موجه لشخص بيتحمل مسؤوليه. فانت اربط نفسك بحاجه تحملك المسؤوليه، فانت هتلاقي نفسك بدات تضغط على نفسك بشكل اكبر وتطلع اكتر انتاج عندك. هو طبعا ده مش لود، ما بيبقاش لود، ده بيبقى الزام بشكل اكبر. فاهم قصدي؟ فاهم الفرق ولا مش فاهم الفرق؟ طيب ده ايه علاقته بان انا اخدت الروف؟ ان انا بقى عليا لود فلوس اكتر.
انا وشي احمر من الضحك. فانا لما يبقى عليا لود فلوس اكتر، ده المفروض ان هو هيعمل لي بوش شويه ان انا ايه، ابدا اشوف مصادر دخل تانية او مصادر فلوس تانية، فيبقى الدخل بتاعي مش من مصدر واحد. واخد بالك ازاي؟ فيعني هو دي برضه تجربه يعني. اصل هو بص، انت المفروض بتقعد تكتشف نفسك كده من فتره للتانيه. فبس يعني ده بالنسبه للتطورات. فان شاء الله يعني ده مكان التصوير الجديد ان شاء الله، وان شاء الله يكون فتحه خير علينا كده كلنا يا شباب. ادعوا لي عشان صرفت كتير في الموضوع ده يعني، ويا رب الموضوع الفكره عامه تكون عجبتكم يعني. هتشوفوا وشي، فاهم؟ يعني هتشوفوا وش بشكل اكبر، او ده اللي انا متخيله يعني اتمنى ان انت تكون حابب تشوف وش بشكل اكبر. فظبطونا كده ايه، نظبط بعض ايه. بص هي المعامله رايح جاي، فانا اديك فيديوهات، انت تديني تفاعل، نظبط كده يعني. فبس كده، وان شاء الله تكون تجربه جديده جميله ومفيده. والسلام عليكم. يا ظهرك يا رضا. عنده 30 سنه ولا 50 سنه.